المقاربة الاقتصادية الجديدة التي جاء بها كما قلت برنامج السيد رئيس الجمهورية، ولكن نظرا لعدم يعني تأثر الجزائر بالمديونية خارجية، وهذا ما لا تتوفر عليه كل البلدان الإفريقية التي طبعا هي تحت نير هذه المديونية التي تعيقها في حركتها التنموية، وكذلك المشاكل التي نلاحظها بالنسبة لوجود تمويلات للمشاريع التنموية، أو حتى شروط الحصول على هذه التمويلات من طرف المؤسسات المالية الدولية، وهي الشروط جد تعجيزية مقارنة بالشروط التي تضعها هذه نفس المؤسسات للبلدان الأوروبية أو البلدان الأخرى. وبالتالي طالبنا بإعادة النظر في كل هذه الأسس وفي كل هذه الأطر من أجل السماح لإفريقيا بالتحرر من عبء المديونية والمضي طبعا في مسارات تنموية